حكومة أخنوش تصدم المغاربة مع دخول السنة الجديدة. أذن دخول سنة 2024 بجريان تطبيق مجموعة من التغييرات في الضريبة على القيمة المضافة، أغلبها في اتجاه الارتفاع، خصوصا بالنسبة للكهرباء والسكر والنقل، وذلك بناء على ما ورد في قانون المالية الجديد الذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ضمن عددها الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2023. وعلى هذا الأساس سيكون المغاربة على موعد مع رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للطاقة الكهربائية التي كانت تبلغ 14% إلى حدود 31 دجنبر 2023، حيث تصل إلى 16% هذه السنة، وإلى 18% ابتداء من فتح يناير 2025، وثم إلى 20% ابتداء من فتح يناير 2026. الارتفاع سيشمل أيضا وفق وثيقة قانون المالية لسنة 2024 سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، حيث انتقلت من 7% إلى حدود نهاية السنة الماضية إلى 11% مع بداية العام الجاري، ثم ستزيد إلى 15% مع مطلع سنة 2025، وإلى 20% في فتح يناير 2026. أما عملية البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية والتي كانت محددة في 14% إلى غاية نهاية 2023 فستتراجع تدريجيا على مرحلتين، إذ ابتداء من فتح يناير الجاري حددت في 12% على أن تنزل إلى 10% بداية العام الموالي. وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة أيضا بالنسبة لعملية البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل، بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي فورجواز والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، لتنتقل من 7% السنة الماضية إلى 8% طيلة 2024، ثم 9% ابتداء من فتح يناير 2025، و10% انطلاقا من فتح يناير 2026. وسيشهد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عملية نقل المسافرين والبضائع باستثناء عملية النقل الحضري وعملية نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق ارتفاعا ب 2% تدريجيا، لينتقل من 14% سنة 2023 إلى 16 و18 و20% سنوات 2024 و2025 و2026 تواليا. وستتراجع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات التي يقدمها كل عونة أو وسيط أو سمسار برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات تأمين، حيث انتقلت من 14% مع موسم 2023 إلى 12% مع بداية العام الجاري، ثم ستواصل انخفاضها مع بداية العام المقبل لتصل إلى 10%. نشكركم على حسن المتابعة.